السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا قلنا في فيديو قبل كده ان احنا هنعمل شوية اكلات كده شعبية، اكلات كده من التراث بتاعنا. والله سهلة ولذيذة ومش مكلفة يعني، وتغيير يعني ومناسبة لظروف الغلا اللي احنا فيه ده. هنعمل النهاردة بصارة. تمام. هنا معايا ده نص كيلو او اقل من نص كيلو بشويه بصاره. ده الفول المدشوش ده مبلول، انا غسلاه طبعا. تمام. وهنا طماطمتين وقرن فلفل وبصلايه. ودي كزبره خضراء مضروبه في الخلاط. لازم تبقى خضراء على فكره، يعني اللي هي ما تبقاش كزبره ناشفه، لان الكزبره الخضراء اولا هتديها لون اكتر وكمان طعم وريحه، ودي اهم حاجه طبعا. هنحط هنا الفول علشان يتسلق. تمام كده. نحط البصل والطماطم وقرن الفلفل. نحط ميه كويس علشان انا عايزاها يعني تتسلق كويس، ما تبقاش لما اضربها في الخلاط ما تبقاش محبحبه. تمام. هنحطها على النار تتسلق ونرجع مع بعض. دي البصاره بتاعتنا بعد ما استوت على النار. تمام. شايفين؟ لازم تبقى مهريه بمعنى اصح كده، علشان لما اضربها في الخلاط ما تبقاش محبحبه وتبقى شكلها مش حلو، هيبقى فيها حتت فول كده مش هتبقى حلوه. تمام. طبعا لازم نسيبها تبرد قبل ما نضربها في الخلاط. هنضربها في الخلاط ونرجع. كده ضربناها في الخلاط. تمام. شايفين ناعمه ازاي؟ لانها استوت كويس. عندي هنا الكزبره الخضراء المضروبه في الخلاط برضو. انا هحط نصها. تمام. علشان لما التوم يكون على النار لازم اطش التوم بشويه كزبره. هنا بعد ما بنحط الكزبره بنضيف لها الكزبره ونقلبها كويس. لازم نحطها تسخن علشان الطشه لما نحطها بقى تعمل ريحه وتعمل تش كده تبقى حلوه. عندنا هنا التوابل: نص معلقه سكر، معلقه ملح، واحده مرقه، 7 بهارات، معلقه شطه. نتش التومه كده على طول. ودي طبق البصاره بتاعنا، شويه ورد كده حلوين من على الوش وطعم ولا في الخيال. يا رب تكون الوصفه عجبتكم ان شاء الله، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو كده. صلوا على سيدنا النبي وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.